واش في خبرك اخي المؤمن بزاف ديال الشباب كيسولوا على طريقه الاغتسال من الجنابه. فايت لي عملت فيديوهات ولكن كانوا غير شفويين. اليوم ان شاء الله نتعلموه تطبيقيا. الاغتسال من الجنابه كينقسم جوج ديال الاقسام: غسل المجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ هو كتنوي رفع الحدث الاكبر، يعني كنوي نحيد الجنابه وكنعمم الجسم ديالي كامل بالماء، كندخل تحت الدوش او السطال ديال الماء وكنغسل راسي كامل. طلقوا الماء بشويه وكنعمو الجسم ديالنا كامل بالماء. وقالوا بعض العلماء ان المضمضه والاستنشاق واجبه في الغسل، فيها خلاف ولكن حنا نديروه. هذا هو الغسل المجزئ. وبالنسبه للغسل الكامل اللي كان كيعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ديما النيه كنويو اننا نحيدوا الجنابه وكندخلوا في الدوش، كنغسلوا يدينا 3 ديال المرات، كنغسلوا الفرج ديالنا من الاذى وكنتوضاو الوضوء ديال الصلاه كامل. بغينا نغسلوا حتى رجلينا، بغينا نخليوها حتى الاخر ماشي مشكل. كنغسلوا الشعر ديالنا 3 ديال المرات وكنغسلوا الشق الايمن والشق الايسر. بهذه الطريقه هذه نحاول نختصر. اذا قلت كنغسلوا يدينا 3 المرات في الاول، بسم الله، كنغسلوا الفرج ديالنا من الاذى وموراها كنتوضاو الوضوء ديال الصلاه. انا غنعمل غير مره واحده باش ما نتعطلش. اذا قلت انا كنغسل رجلي، بغيتي تخليهم حتى الاخر خليهم. موراها كنغسلوا الشعر ديالنا 3 المرات بهذه الطريقه هذه مع التخليل، وكنغسلوا الشق الايمن بوحدو، موراها الشق الايسر. هذا هو الغسل الكامل. وبالنسبه للناس اللي كيقول لك نتوما في 2026 وباقي كتعلموا الاغتسال من الجنابه، شنو بغيتينا نتعلموا؟ بقاو خانزين. وهذا الغسل هذا راه كيصلح للاغتسال من الجنابه ودم الحيض ودم النفاس، بحال الرجال بحال العيالات، نفس الصفه ديال الاغتسال. السلام عليكم ورحمه الله. ليه راه فتعصوني في هاد العيد هذا. الو لاباس، وراه عاد كسيناهم في العيد الصغير وحنا غنكسيهم ولا عيد الكبير، الدخله، رمضان، ميكو شي شويه. شوف ماماك ولا شوف باباك ولا عندي نايمه القارونه مني. واش في خبرك اخي المؤمن شحال من واحد ملي كيطلق شي مراه وعنده معاها الوليدات كيطلق حتى داك الوليدات ما كيبقاش يعقل عليهم. حتى داك الو ولدي واش مريض واش باري واش صحيح واش كتقرا واش ما كتقراش والو، في خاطره حشومه. هذوك راه ولادك، انت كتسير عليهم بحال كتسير للبراني هكا ما حاملش راسك. وانت دابسي مع واحد المراه او تفارقتي معاها، الدراري راه ما عندهم حتى علاقه. الدراري صافي خصهم يحسوا براك بواهم ماشي براني. المجتمع سامح فيهم بواهم كذا، هي عاوتاني كتزيد تعمرهم عليه عاوتاني. هذاك باكم واحد الشلابي وسمح فيكم وخلاكم صغيرين وما كاتاكم لا فلوس لا والو. شوما ولا تنسوا الفضل بينكم. هكا وهكا انت حاول تحبهم في بواهم، وعاد كذلك عاوتاني يتهلا فيهم وكذا، والامور عاد تمشي مزيان. سول عليهم العيد كسيهم مره في السيمانه، خرجوهم مره 15 يوم، باتوا معك مره. شوفهم العلاقه ديالهم مع الله عز وجل، واش كاين شي تقرب الى الله، كاين شي حفاظ القران، كاين شي صلاه، كاين شي كذا، شي راه تحسب عليها صافي. انت كتميك مره صافي ليله سعيده تهنينا شوما. والطلاق صافي راه ماشي مزيان الطلاق. اخر حاجه خصو يفكر فيها بنادم هي الطلاق. حنا هضره جوج سير راك طالقه. واش شحال من واحد راه مطلق مراته بلا ما يحس، عايش معاها هو مطلقه، يقول لها انت طالقه وما كاينش المشكل مره. طلاق راه عيب الفماس، راه قلتي لا طالقه راك طالقه، كتدخل في العده واهلي الامور. اتق الله عز وجل وعرف راسك اش كتقول صاحبي. بنادم اللي عنده شي وليدات راه العواشر هذه سول فيهم ويتهلا فيهم يكسيهم ويشوفهم شنو ناقصهم شنو كذا، باش حتى الوليدات عاوتاني ملي كيكبروا كيسولوا عليك، يقولوا بابانا كان كيتهلا فينا كذا، واخا تفرقوا ما كاينش شي مشكل. الحياه هي هذه، كتبقى ديما كبير في عينهم. بابا كيقول بوجهه حمار، ماشي يشوفك في الزنقه يقلب الطريق. شو ما هذا الشيء صاحبي. السلام عليكم ورحمه الله.